السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل جاتو اللي شكله حلو ده. هنعمل جاتو اللوتس وهنعمل جاتو فانيليا وهنعمل جاتو ريد فيلفت. اول حاجه بستخدم هنا 6 بيضات، بحط عليهم رشه بسيطه كده من الفانيليا، فانيليا سائله او فانيليا بودر، نص معلقه كبيره من المحسن الجل او معلقه صغيره مليانه. هستخدم هنا نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، دقيق اسبونج فانيليا. بقلب كده كل المكونات مع بعضها كده، وبعد كده بضيف لها نص كوبايه من الميه. بضرب المكونات دي مع بعضها كده بالعجان لمدة 10 دقايق او بالمضرب. هنا ببتدي اقلبها كده بعد ما اتضربت لمدة 10 دقايق بالعجان، بقلبها كده من تحت عشان اتأكد ان كل المكونات كده اختلطت مع بعضها، ونفضل نضرب فيها لحد ما لونها الخليط كله مع بعضه لحد ما لونه يفتح يبقى عامل زي الكريمة بالظبط كده. بعد كده بستخدم صينية مقاس 24 او صينية مقاس 26، بكون حاطة فيها ورقة زبدة ودهنة الصينية بمسحة بسيطة من الزيت او الزبدة. بحط طبعا الخليط فيها وادخله الفرن. بتطلع كيكه زي ما انتم شايفين حلوه جدا. بس هنا اخدت لون زياده فحبيت اقشر اللون ده. عملت نفس المقدار بالظبط بس في الصينيه المستطيله المقاس المتوسط. الصواني اللي بيكونوا مع بعض دول بيكونوا 3، انا اخدت المقاس المتوسط وخبزت فيه نص كيلو من دقيق الاسبونج مع ال6 بيضات مع نص كوبايه الميه مع الفانيليا. وعملت نفس المقدار بالظبط بس ما حبيتش اعيد لكم نفس الخطوات. وبكده خبزت صينيتين كيك، صينيه مدوره وصينيه مستطيله. بعد كده هنا هعمل كيكه الريد فيلفت. حطيت 4 بيضات، حطيت معاها معلقه صغيره من المحسن الجل، وحطيت معاها نص معلقه صغيره من الفانيليا السائله، وحطيت معاهم كوبايه من السكر. بضربهم كده مع بعض لحد ما لونهم يفتح. هنا بجهز المكونات الجافه، 2.5 كوباية من الدقيق، بحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف مليانه. انا هنا حطيت نص الكيس، وحطيت نص معلقه صغيره من البيكنج صودا. بعد كده بحط لون احمر بودر، هحط هنا معلقه صغيره بس مش مليانه. بحط معلقه صغيره مليانه من الكاكاو. بقلب كده كل المكونات مع بعضها، 2.5 كوباية من الدقيق واللون الاحمر والمعلقه صغيره من الكاكاو. هنا طبعا بعد ما ضربت ال4 بيضات مع السكر مع الفانيليا وعيله كده، بضيف ليهم 1.25 كوباية من الزيت وكوباية من اللبن الدافي وعليهم معلقه كبيره من الخل. وهنا كمان بضيف لون احمر. بعد كده بضيف كل المكونات الجافة واقلبها مع بعض. وفي صينية مستطيلة حطيت ورقة زبدة ودهنتها بالزيت، وبعد كده حطيت الخليط في الفرن على درجة حرارة 180. طبعا الكيكات كلها بتحط على درجة حرارة 180. هنا هحضر الكيكة الكريمة بتاعة الكيكة الفانيليا والكيكة اللوتس او جاتو اللوتس. هنا حطيت ربع كيلو من الكريم شانتيه، عليه 2.5 كوباية من المية ونص كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من الباستري كريم ومعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. بضرب كل المكونات، طبعا المية لازم تكون ساقعة. بضربهم كده لمدة 10 دقايق فبتكون لنا الكريمة الحلوة اللي انت شايفينها دي. بعد كده طبعا الكيك قسمته هنا على 3 طبقات، هستخدم طبقتين بس، والطبقة التالتة ممكن نحتفظ بيها في الفريزر نعملها كبات او نستخدمها في اي حاجة بعد كده. هنا حطيت طبقة كده من الكيك وبعد كده حطيت طبقة من الكريمة. طبعا الكيكة كانت حلوة جدا مش محتاجة تتسقي خالص وكانت طرية قوي. بعد كده بحط طبقة كده من الكريمة وطبقة من الكيك، وبعد كده بغلف التورته. طبعا هنا انا هستخدم الربع كيلو من الكريمة على صينية الجاتو بتاعة اللوتس. وهنا كمان يعني هنعمل ربع كيلو دول هيطلعون ربع كيلو كريمة هيطلع لنا 24 قطعة من الجاتو. هنا طبعا بسوي الكريمة كده وبعملها كده بالمشط عشان تدي شكل حلو. الكريمة بقى ممكن نطعمها باستري كريم او نطعمها بنوتيلا بيضة، بتدي طعم حلو او مختلف للكريمة. هنا سيحت نوتيلا بيضة، حوالي كوباية من النوتيلا البيضة سيحتها على حمام بخار وضفت لها ربع كوباية من الزيت وسبتها تبرد شوية. وبعد كده هبتدي احطها كده على الكيك.
وبوزعها كده بظهر المعلقة. هنا علشان نعمل جاتوه المثلثات، فانا عملت كده يعني كأننا بنعمل تورته عادي خالص، وبعد كده هنقسمها ل 12 قطعة، وبتطلع لنا 12 قطعة حلوين جدا وشكلهم حلو قوي. بوزع هنا النوتيلا. طبعا بعد كده بحطها في الفريزر تجمد، وبعد كده هقطعها، ولازم تجمد في الفريزر علشان نقدر نقطعها بكل سهولة. هنا ببتدي اعمل كده دريبات بالنوتيلا البيضة، فبتنزل كده بتبقى شكلها حلو قوي. طبعا ممكن نحطها في الفريزر لمدة ساعتين 3 ساعات يعني براحتكم خالص. هنا عملت عليها كده خطوط من صوص الشوكولاتة او الجناش، تدي شكل حلو كده. بعد كده طبعا بنستخدم مية سخنة مغلية، بنحط فيها الترانش او السكينة مشنشرة، وبعد كده كل مرة ومرة بنمسح السكينة علشان تكون نضيفة بين كل قطعة وقطعة. بعد كده بقسمها لأربع أجزاء، وكل ربع كده بقسمه يعني بتدينا 3 قطع، كل ربع هيدينا 3 قطع، عشان بعد كده التورته كده بتدينا 12 قطعة من الجاتو. بعد كده هنا بقمع الوردة البلدي، اللي هو بيبقى القمع اللي هو بيبقى رفيع من فوق ده، ببتدي كده اعمل الشكل الحلو ده. بس هعمله كده على واحدة وواحدة، والتاني هعمل عليه روزيتات، علشان الروزيتات دي هحط عليها كده نص قطعة من الاوريو كده. بجيب الاوريو وبقسمه نصين، وبحط على كل روزيتا من دول اوريو. وطبعا هنا زينت باللوز كده، بس اللوز حطيته كده في عسل او في ملمع اللي هو بتاع الفاكهة، علشان يدينا اللمعة الحلوة دي. طبعا هنا عشان مطولش عليكم الفيديو، هنا ده الجاتو اللوتس. انا طبعا ده نفس المقدار اللي احنا خبزناه مع بعض، نص كيلو من دقيق الاسبونج مع نص كوبايه الميه ومعلقه الفانيليا ومعلقه المحسن. وبعد كده قسمته لجزئين وحشيته كريمه عادي خالص زي المدوره، زي الصينيه المدوره. بعد كده سيحت زبده اللوتس على حمام بخار، وضفت لها كده معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده بوزعها كده على الجاتو. يعني المقدار بتاع النص كيلو من دقيق الاسبونج بينفع نعمله في الصينيه المقاس المتوسط، وينفع نعمله في صينيه مدوره مقاس 24 او مقاس 26 اللي موجود عندنا. بعد كده بوزع كده زبده اللوتس. طبعا هي عشان متسيحه فبتكون بتوزع بكل سهوله زي ما انتم شايفين. بعد كده احطها كده في الفريزر تجمد زي ما انتم شايفين، جامده خالص، علشان اقدر ازينها. طبعا هنا زينها بزبدة لوتس، حطيتها كده في كيس تلاجة كده صغير، وفتحته فتحة صغيرة وبعمل بيه خطوط كده، بيكون شكلها حلو جدا. بعد كده جبت سكينة حطيتها في مية مغلية، كنت مجهزة جنبي مية مغلية، وابتدي اشيل الاطراف علشان اسوي كده الجاتو يكون شكله حلو وشكله مرتب كده، وكل الاطراف تكون قد بعضها. بشيل كده الاربع اطراف او الاربع جوانب. بعد كده طبعا بالمسطرة بقيس 4.5 في 10 سنتي من كل جهة، 4.5 من هنا و4.5 من هنا. وبعد كده بالسكينة او بالترنش احطهم في مية مغلية وانشفها، وبعدين احطه كده، فبيطلع القطعة شكلها حلو قوي ومظبوطة خالص. بعد كده في النص، وابتدي اقسمه كده بالنص. المقاس ده 4.5 في 10 سنتي. هنا التزيين هيكون بسيط خالص، احط كده روزيتات من الكريمة، وهزينه بسكوت لوتس. كل بسكوتة بقسمها نصين وبحطها كده عليها، بتكون شكلها حلو قوي. هنا التزيين بسيط خالص ومش محتاج اي حاجة، وشكل القطعة شكلها حلو قوي، والكيكة حلوة خالص. طبعا هنا انا سهلت عليكم واستخدمت دقيق سبونج جاهز، بس الدقيق العادي بيدينا نفس النتيجة بالظبط، وعملت كتير بالدقيق العادي على القناة، هتلاقوه موجود ان شاء الله. وبكده خلصنا بسكوت الجاتو اللوتس. هنا هعمل جاتو الريد فيلفت.
الكريمة بتاعة الريد فيلفت علشان الفيديو ما يطولش علينا، هنا ضربت 4 مكعبات من الجبنة المثلثات او الجبنة المربعات، وبحط عليهم نص كوباية من السكر البودر، بضربهم كويس قوي، وبعد كده بنزل عليهم بكوباية من الكريمة، ومعاها كوباية من اللبن او كوباية من المية المتلجة، وطبعا بنحط رشة كده بسيطة من الفانيليا بتديلها ريحة حلوة قوي. بضربهم كده مع بعض وبتدينا الكريمة بتاعة الريد فيلفت، بتكون طعمها حلو قوي وبتكون كريمة مميزة كده. طبعا السكر على حسب الرغبة. قسمت هنا كيكة الريد فيلفت على 3 طبقات عادي خالص، وبعد كده هبتدي احط بين كل طبقة وطبقة كده كريمة، بس بحط كريمة ما تكونش كتير علشان تكون شكلها حلو كده في التقطيع. هنا بحط الطبقة التالتة من الكيك. الكيك لونه حلو قوي وشكله حلو قوي. نسيت اقول لكم ان انا ضفت لون سائل كمان على الخليط بتاع ضرب الكيك علشان يدينا اللون الاحمر الحلو ده. يعني انا حطيت لون بودر ولون جل، فاللون الجل حطيت كده شويه بشويه لحد ما شفت درجه اللون اللي انا حباه، او درجه اللون بتاعه الريد فيلفت اللي احنا بنشوفها في اللي هو الجاهز، يعني الريد فيلفت الجاهز، الدقيق الريد فيلفت الجاهز. هحط لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بعد كده طبعا التزيين بتاع الريد فيلفت بيكون سهل خالص. ببتدي اعمل كده روزيتات. الروزيتات دي ما بيكونش لها شكل، اللي هي الدايره العاديه، وبعد كده بكون في قطعه كده من الريد فيلفت اللي بتكون على الوش بشيلها وافرمها كده في الكبه، وابتدي احطها كده على الروزيتات، فبيكون التزيين سهل خالص. هو دايما بيتزين بالفرم بتاع الكيك كده بتاع الريد فيلفت. ببتدي ارش كده على الروزيتات، وطبعا هحطه في الفريزر يجمد قبل ما ابتدي اقطع. بعد كده بشيل طبعا الاربع جوانب، وبعد كده ببتدي بالمسطره واقيس واقطع زي ما انتوا شفتوا في الفيديو في الجاتوهات اللي